أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. انتظار كلا القائدين لإجراء قرعة ضربة بداية في مباراته الماضية على فريق شباب لوزدان. النادي الأهلي في مباراة اليوم في ظل جلوس الشناوي على دكة البدلاء، ومنذ أن انطلقت في طبعا منتصف الست مختار الملعب. هذا هو الحارس شين خسيري بيه جناح أيمن مكوبة محمد رمضان مدير الفريق. ضربة البداية للشوط وصلت خطيرة في الأمام على اللاجة اليسرى مع انطلاقة سريعة، وأول كرة خطيرة حذاري من سرعة التحول من الدفاع للهجوم من جانب لاعبيه لمروان عطية لوسام أبو علي اللي بيستعيد الكرة كريسار. أول خطأ في المباراة لصالح النادي الأهلي، نفس المكشة محمد مجدي يلعب على الأرض، لكن قراءة جيدة من جانب لاعب في أول مشاركة ليه في البطولة المقطوعة في وسط الملعب. راح هوتو، انطلق هوتو في الأمام، هوتو ممكن تفاديها، انتظر كثيرا مع هذا المدرب. كرة طويلة في الأمام ترجع سهلة للحارس، سجل في الشوط الأول. هل يتقدم في النتيجة في الشوط الأول؟ إمام عاشور، إمام جديد، مجدي أفشع، خطيرة راسية، مش ممكن يا ياسر. كز مرمى فريق أورلاندو بايرتس من هدف أكيد، لكن لعبها له إيه دواء. هوتو يلعب تمريرة داخل منطقة الجزاء، عاشور لديه إنذار، وبالتالي على الثنائي ان يكون. لكن شوفوا سرعه لاعب فريق اورلاندو بايرتس اللي لعبوه اورلاندو بايرتس لاداء الواجب الدفاعي. ادي استلم الساعي بايرتس، سابها رامي ربيعه، وادي وصلت لمكوكبا اللي كان فقط ولا زالت النتيجه حتى الان هي التعادل بدون اهداف. نوفمبر باذن الله الديربي في الدوري ما بين الفريقين، ديربي سويتو. ادي تسديده من بعيد، عمر الساعي جرب الجنوب افريقي، ديربي ابطال افريقيا في 2001. ترجع الكره لامام عاشور، امام موقف 1 على 1، استعجل لاعب كره عرضيه، سام يظبط امام ويسدد، ولكن كان رد جميله مروان عطيه، ولد يلعبها جميله لامام عاشور، امام على المحك في هذا اللقاء. وادي موفو كينج اخترق وليد لفريق اورلاندو بايرتس على الارض. التمريره تغطيه من جانب مروان عطيه، ولد يا مروان اورلاندو بايرتس. هذه التمريره الجميله اللي راحت عادت مره اخرى. تصريحات من جانب كلا المدربين. فاول على خالد عبد الفتاح، اقرب لتحقيق الفوز الاهلي في هذه المباراه. هذه التمريره داخل منطقه الجزاء، لكن مرت اورلاندو بايرتس. موفو كينج لكن يخطف من امامه ياسر، ترجع من مكانه رامي ربيعه. وادي التمريره خطيره بالعرض، ولا حرك له امام عاشور، لعب له جميله التمريره. امام يلعب كره عرض، الكره في العرض هل فيها لمسه يد؟ على الاطلاق نقطه لفريق اورلاندو، 11 نقطه للاهلي، 9 نقاط لبلوزداد. المباراه طبعا مباراتين الاخيرتين لصالح امام عاشور اللي بيكسب فاول يحصل على الانذار الاول. وادي بعد استلام ودوران ايضا رائعه من جانب امام عاشور، تدمر الساعي، يلعبها قويه على القائم البعيد، وخطا لفريق علي، وبيلعب لمكوكبا. حذاري من الكرات الملعوبه، لكن برافو تشكيله النادي الاهلي التي لم تتغير او لم يغير فيها مارسيل كولر اي. وسام لمروان يلعبها في العمق، لكن قويه مروان. رامي ربيعه، وهذه عرضيه خطيره راسيه مرت الى خارج مساحه طبعا خلف رامي ربيعه. 19 مكوكبا او لعبوت رقم اصابه ايضا ليحيى عطيه الله، رضا سليم، وادي السلام من جانب امام، اظبط يا امام، خطيره افشا 8. هذه امام حطها جميله من اجل صداره المجموعه، لعبه جميله داخل منطقه الجزاء، جول. ويستغل من جانب اللاعب موفو كينج، لم يكن الاول في هذه المباراه، هديه طبعا اغرب ايضا من جانب ياسر ابراهيم. وهذه موفو كينج اول في الشوط الثاني من هذه المباراه، حاول يلعبها بهذه الطريقه خالد عبد الفتاح بدون اي داعي. ايضا ياسر من جديد، ياسر مكوكبا، ترجع الكره من جديد لموفو كينج المدافع الايمن لفريق اورلاندو بايرتس. مروان اللي لعب كره في الامام جميله لامام عاشور، عرضيه خطيره للتعادل، سدد في جسد الحارس وسام ابو بكر، اختار ان يسدد في جسم حارس مرمى فريق اورلاندو بايرتس، وفي نفس كان يتعادل سريعا بعد كره الهدف. دي اللقطه الغريبه، لف واعطى ظهره للكره ورجع بهذه الطريقه، يعني امام عاشور لوسام
يرجع إمام جميل لأفشة. أفشة ضل لا، لو لم تكن زاوية التسديد واضحة لأفشة مرمى. هذه الكرة في الإعادة من جديد، يعني قام بدور كبير معهم في 6 من لاعبين النادي الأهلي لكرة عرضية. رامي ربيعة 27 مباراة بدون أي هزيمة. هذه رأسية وادي استلام وعرضية من جانب الدبيس دبيس يلعبها جميلة للشحات. جول لحسين الشحات. هدف التعادل يأتي الآن للنادي الأهلي. يا ولد يا حسين، روعة يا حسين. 1-1 أصبحت النتيجة الآن، 1-1 هنا في استاد القاهرة. لكن يا ولد على التمريرة، عينك على الاسيست. لعب تمريرة كريم وليد لوسام من جديد امام منطقة الجزاء، تسديدة. ادي ماكو تاني. ممكن امام يلعب ركنية لكن بيشيل الحارس. يعدي الشحات ويلعب عرضية على القائم البعيد، ردها من جديد وادي وسام بيشيل تسديدة. العائد كريم الدبيس لأداء الواجب الدفاعي. الثاني ابو بكر السار بيشهر انذار لياسر الرنزر، حطها على الارض عالية على القائم البعيد لكن بيشيل هاني. انزل بدلا من كريم ندفد، بذل مجهود كبير كريم. ومروان عطية خرج مروان ومتبقي امام عاشور نتابيتسو. ونزول داخل منطقة الجزاء وسام ابو علي. الداس على قدمه ماكو يتغاضى عن الكثير من الالعاب. حسين الشحات يا ولد مرر كرة في الامام، طلبات بالضغط. وسام يرجع ثاني، مرر على الجهة اليسرى لدلاميني، خطيرة الرأسية مر قريب يلعبها بضربة رأس البديل. ظل طبعا عدم وجود رقابة على صاحب العرضية اللاعب جilberto في المرمى. 2-1 أصبحت النتيجة الآن، 2-1. كرة لم تعب، ضربة الرأس الأولى كانت على الخط لكن جilberto اللاعب تبقي تقريبا أقل من 7 دقائق. وادي تمريرة لإمام عاشور يلعب كرة بالجديد. إمام وحسين والحكم قريب، نقل كرة في الأمام للدبيس. كوكا يلعب عرضية، وسام أبو علي من جديد يعدي حسين، تكون ركلة جزاء بالفعل. السورية يلعب لوسام، غير اتجاهه يا ولد. وسام سدد، وسام بطريقة ممتازة. ولد لم اللاعب سيساني وسام من لمسة واحدة شحات مرت خطيرة. وسام جول. ليس هناك تحت فرصة. هذه اللعبة من جديد ركت لكن لعبها خارج المرمى بغرابة. حظها. أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا.